تلقيت سؤال من الأخ محمد الستاوي، آمل أنني نطقته بشكل صحيح. يريد أن يعلم سر مثلث برمودا. حسن، أولا تعريف سريع. مثلث برمودا هو منطقة جغرافية وهمية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، تبلغ مساحته 1,000,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 40% من مساحة المملكة العربية السعودية. يقع في المحيط الأطلسي. رؤوس هذا المثلث هي جزيرة برمودا وجزيرة بورتوريكو وولاية فلوريدا الأمريكية. وقد اشتهر هذا المثلث بسبب فقدان أسطول جوي مكون من 5 طائرات، ومن ثم فقدان طائرة إنقاذ خرجت للبحث عن الطائرات المفقودة، وذلك بعد الحرب العالمية الثانية، وقد فقدت فيه أيضا عدة سفن. هنالك عدة أسباب لهذه الحادثة. أول، هناك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وبشكل خاص هيدرات الميثان. هذا الغاز يخفض كثافة الماء لدرجة تصبح فيها السفينة أكثر كثافة من الماء فتغرق السفينة، لكن المشكلة أن هذا الغاز موجود في عدة أماكن حول العالم وليس محتكرا في مثلث برمودا. ثانيا، للمثلث حقل مغناطيسي خاص، ولكنه ليس قوي للدرجة الكافية لإغراق السفن والطائرات، لكنه كافي للتشويش على البوصلة التي تستخدم في الملاحة الجوية. وهذا هو السبب غرق الأسطول الجوي في عام 1945 بسبب فقدانه الطريق. أما طائرة الإنقاذ فقد انفجرت في الجو نتيجة خلل فني أو شرارة كهربائية. لا تنسوا أن هذه الطائرات قديمة جدا وهي تعتمد على البوصلة. ثالثا، هنالك الأساطير التي تتحدث على وجود وحش يدعى الكراكن أو فضائيين، لكن هذا مجرد خيال، أو حتى وجود للشيطان في تلك المنطقة، لكن الشيطان لا يملك القدرة على إغراق السفن أو الطائرات، ولو كان يملك هذه القدرة لدمر العالم. يعتقد البعض أن مثلث برمودا تتجنبه السفن والطائرات، على العكس تماما، إنه منطقة تربط بين مدن سياحية مقصودة جدا. إن الحركة الملاحية في هذا المكان كبيرة جدا، وإن أي حالة غرق فهي إما بسبب الغاز الطبيعي أو الأخطاء الفنية. على فكرة، هنالك ما يقارب 200 سفينة تغرق سنويا، 5% منها فقط تغرق في مثلث برمودا. لكن عندما تغرق سفينة في مثلث برمودا فإن الأمر يحدث ضجة إعلامية، فيما لا يهتم الإعلام لغرق بقية السفن والقوارب في أماكن العالم الأخرى. إذا أعجبك الفيديو شارك بنشره، ولا تنسى عمل الاشتراك للقناة، ولا تنسى تتفقد صفحتنا على فيسبوك. وإذا كان لديك استفسار حول موضوع ما اتركه في حق التعليق في الأسفل، وكما هو الأمر دائما. شكرا على المشاهدة.